اول ما هتشوفوا الطبق ده هتقولوا ده تشيز كيك. لا خالص، دي حاجة كده خطيرة اقتصادية رهيبة بمكونات سهلة جدا مش هتتوقعوها. انا جيهان، لو لسه اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا معايا على القناة وتعالوا نشوف البساطة والحلاوة بتاعة الطبق بتاع النهاردة. هجيب 200 جرام من اي نوع بسكوت، اي نوع، اي نوع، يعني مش دايجستيف ولا اي حاجة. هديها طحنة كده في المطحنة، وبعد كده هيكون مجهزة 3 معالق زبدة او زيت زي ما انت عايزة. هحطهم كلهم على البسكوت، وهيكون معايا 3 معالق لبن، بس مش هنسبيهم مرة واحدة، واحدة واحدة كده لغاية لما اظبط القوام، لغاية لما اجي ادوس على البسكوت الاقيه يبقى طري وفي نفس الوقت بيفرفت. انتوا هتحسوها وانتوا بتعملوا الموضوع ده زي طبقة التشيز كيك بالظبط، بس فرق ان التشيز كيك البسكوت بتاعه بيبقى لازم يبقى فيه زبدة، فهيساعدك اكتر على الموضوع ده. فالموضوع النهاردة عشان كده حطيت اللبن يطري لي شوية البسكوت. هكون مجهزة بقى الصينية بتاعتي دي 23. هحط البسكوت فيها وابدأ اضغط عليه كويس جدا لغاية لما يبقى السطح ناعم زي ما انت شايفة. هسيبها بقى على جنب ونيجي بقى للطبقة السحرية بتاعتنا. 3 كوبايات زبادي اي نوع، وكوباية لبن بودرة، وكوباية سكر عادي بتاع الشاي. الزبادي بقى انا هصفيه، هنزل منه اي مية. الزبادي النهاردة انا كان عندي الزبادي صراحة خالي الدسم فبيبقى خفيف شوية، فلما بتيجي تصفيه بتنزل منه حتت من الزبادي. انما لو حط عندك الزبادي العادي البلدي مفيش اي مشكله، وكل اللي هينزل منه اضربيه كده ضربتين واشربيه، هيبقى مفيد جدا، مفيش حاجه عندنا بتترمي. هكون غسلت بقى الفود بروسيسور بتاعي واقوم حاطه فيه الزبادي واللبن البودره والسكر العادي بتاعي اللي احنا قلنا عليه سكر الشاي. هضرب ده كله مع بعضه لغايه لما يديني قوام كريمي خطير، واتاكد ان السكر بتاعي داب. على فكرة هو أنا المفروض إن أنا أعمل بيها، يعني أعمل اللبن كوباية ونص، بس أنا صراحة ما لقيتش غير كوباية واحدة، لكن النتيجة كانت خطيرة برضو. فأنت لو عايزة يبقى القوام كريمي أكتر اعملي كوباية ونص لبن بودرة. هحط بقى الخليط بتاعي على البسكوت وهدخله الفرن لمدة 10 دقايق لغاية لما يجمد بالشكل ده. الطبقة التالتة بقى هرص أي فاكهة عندي، أنا كان عندي فراولة وهعمل جيلي فراولة، بس هعمل على باكو الجيلي الواحد نص كوباية مية مغلية. هقلبهم كده كويس جدا مع بعض، وبعد كده هسيبه يهدى شوية، ويكون طبعا الخليط بتاعي كمان هدي اللي هو الخليط الكريمي. وبعد كده أنزل عليهم بالجيلي وأدخل الصينية التلاجة لغاية لما الجيلي يجمد، هيطلع معايا بالشكل الخطير ده. شايفين الجمال؟ خطيرة. هبدأ بقى طبعا أقطعها، هتحسوا طبعا وهي بتتقطع قد كده هي طرية، البسكوت ناعم جدا. الطبقة اللي في النص دي بقى مش عايزة أقول لكم على جمالها. خطيرة صح؟ أنا متشكرة جدا جدا إن انتوا اتفرجتوا معايا لغاية النقطة دي. بجد الطبق النهاردة يستحق ان انتوا تجربوه، وفعلا مش مكلف خالص. بأي بسكوت زي ما قلتلك، بأي كمية زبادي، اعملي اللي انت عايزاه هيطلع معاكي تحفة. كان معاكم جيهان الشناوي، اشوفكم في وصفات جديدة، والسلام عليكم.